طب ما ابدا امشي يا عم اللعيبه اللي عمال يوجع في الدماغ دي. الحقيقه ان بيريز مش هيعمل كده لاي سبب من الاسباب. ليه؟ لان اولا انت من اللعيبه عندك الايجوز اللي عاليه. امبابي استحاله يمشي، قولا واحدا كده. امبابي استحاله يمشي من ريال مدريد. ليه؟ لان ده الراجل المفروض البروجكت المشروع السي ار 7 الجديد، يعني ده كريستيانو رونالدو الجديد، ده اللي هيبني عليه مشروع الفرقه، ده البراند اللي بيبيع، ده البراند اللي بنماركت بيه. وطبعا ريال مدريد اشطر فرقه في العالم بتعمل الحته دي. فتحت اي ظرف خلاص ده النجم الاول للفرقه بالنسبه لبيريز وبالنسبه لريال مدريد وجمهوره والماركتنج والحاجات دي كلها. طيب مين تاني عندي مشكله معاه؟ المنافسه بين امبابي وبين فينيسيوس النهارده لو انا عايز امشيه، تعالى نتكلم يا عم ان انت حبيت خلاص، يا عم انت خلاص هتمشي فينيسيوس. مين هيشتري فينيسيوس دلوقتي؟ يعني مين فريق في العالم، خليني اقول لك، عنده القدره الماليه ان هو يشتري فينيسيوس؟ يا عم جبنا فريق عنده قدره ماليه ان هو يشتري فينيسيوس. مين فريق في العالم دلوقتي هيشتري فينيسيوس بمشاكله، بسلطاته وبابا غنوجه بالحاجات دي كلها؟ ناخد بالك فينيسيوس برضه لعيب مثير للجدل. يعني فينيسيوس عنده مشاكل، عنده ايجز كتيره جدا، سعره هيبقى عالي. لو انت النهارده فكرت تحط يعني فينيسيوس النهارده كده في الماركت، يا جماعه صباح الخير احنا عارضين فينيسيوس للبيع، هنبيع فينيسيوس خلاص عشان نخلص من وجع القلب والصداع بين امبابي ومين فينيسيوس ومين فيهم نجم الفرقه. مين هيشتري فينيسيوس؟ مين هيشتري مشاكل فينيسيوس؟ مين هيشتري صراعات فينيسيوس؟ مين؟ طبعا هو كواليتي عاليه جدا، وطبعا لعيب ممكن يتبني عليه، وفي فرق ممكن تاخد الريسك ده. بس انت حتى جاوبني حتى في الكومنتس، انت شايف مين ممكن يشتري فينيسيوس دلوقتي؟